السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. معكم الدكتورة مريم من قناة سول طبيبة مع مريم. اليوم سأعطيكم مجموعة من النصائح والأكثر طلبا في القناة، ألا وهو السيدات المقبلات على الولادة تريد نصائح ابتداء من الشهر الثامن. ما هي الأمور التي يمكنها القيام بها لكي تسهل عليها الولادة وكذلك تسهل عليها مرحلة الرضاعة، بالخصوص الرضاعة الطبيعية. في هذا الفيديو هناك العديد والعديد من النصائح التي ستستفيدون منها إن شاء الله، وأتمنى أن تدعوا لي بعد معرفتها. فهي نصائح قيمة وستساعدكم بالخصوص يوم الولادة وكما قلت بعد الولادة أيضا. فإن كانت هذه أول زيارة للقناة لا تنسي الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. نمر لفيديو اليوم والسؤال أو الجواب على السؤال المطروح، ألا وهو النصائح التي ستساعد السيدة على تخطي مرحلة الولادة بنجاح وكذلك الرضاعة الطبيعية. هو خاص لجميع المقبلات على الولادة. أولا، بمجرد دخولك للشهر الثامن واظبي على تدليك الحلمتين بزيت الزيتون، فقط زيت الزيتون. لا أطلب منك لا كريمات ولا غيرها من الأشياء التي تكون غالية. زيت زيتون يوميا بشكل دائري، ومحاولة سحب الحلمة إلى الخارج تجنبا لإصابتها بالتشقق عند الرضاعة، لأن تشقق الحلمات عند الرضاعة أمر مؤلم جدا جدا، وفي بعض الحالات قد لا تتحمل السيدة الألم الذي يحدث عند إرضاع طفلها بسبب تشقق وتمتنع عن الرضاعة الطبيعية. لذلك أنصحكم من كل قلبي أن تقوموا بهذه العملية، ستساعد على التخفيف من تشقق الحلمات عند الرضاعة. كذلك أمر مهم جدا لتجنب شق العيجان أو تخفيف شق العيجان في بعض الحالات، وهو تدليك المنطقة الواقعة بين الشرج أعزكم الله والمهبل بزيت الزيتون عند كل استحمام لتمرين العضلات على التمدد. هذا الأمر قومي به ابتداء من الأسبوع 36. لا تقومي به قبل، لأنه ممكن أن يتسبب في تقلصات تؤدي لا قدر الله إلى ولادة مبكرة. ثاني شيء وهو المشي يوميا. المشي يمكنك البدء فيه من الشهر الأول إلى الشهر الأخير، فهو لا يؤدي لا لإجهاض ولا لولادة مبكرة كما يعتقد البعض، إلا في بعض الحالات التي تكون السيدة أصلا لديها بوادر ولادة مبكرة، فهنا قد نمنع عليها المشي. لكن سيدة عادية يمكنك المشي يوميا بلطف دون بذل أي مجهود لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة، مع الحرص على ارتداء حذاء رياضي وملابس فضفاضة. بالنسبة لوضع الجنين، إذا كان وضع الجنين غير طبيعي أي مقعدي أو مستعرض، فأكثري وأطيلي في السجود. سبحان الله، فبإذن الله سيتحرك رأسه للأسفل. بدخولك للشهر التاسع توقعي الولادة في أي لحظة، لذا يجب عليك تجهيز حقيبة الولادة بمستلزماتها ووضعها في السيارة التي ستقررين أن تنقلك للمشفى أثناء الولادة. فإذا أحسست بثقل على المثانة وكأن رأس الجنين يضغط عليك، فتلك هي بداية انقباضات الرحم، وقد تسبق الولادة بأسبوع إلى 3 أسابيع. كذلك ابدأي بحساب الانقباضات، فإن كانت متكررة خلال اليوم لأكثر من 5 مرات فذلك إنذار أولي بأن ولادتك قريبة جدا. كذلك قومي بالدعاء، فنحن مسلمين. هناك دعاء يعني يكون للسيدة الحامل، يعني دعاء تيسير الولادة: اللهم إني أسألك حسن الخلق وهون الطلق وتلاوة سورة الانشقاق. كذلك هناك حالات طارئة يجب التوجه فورا لقسم الولادة، وهو عند حصول نزيف يشبه بدايات الدورة الغزيرة أو خروج الماء بحيث يبلل الملابس الداخلية، فهذه تعتبر حالات طارئة تستدعي الذهاب فورا للمستشفى. كذلك نصيحتي لك وهو تجنب القلق والذي تهوله نفسك حول الولادة ومتاعبها، فما هي إلا سويعات وينتهي كل شيء بيسر. فإذا ما اتصفتِ بهدوء وتعقل وسترين طفلا قطعة منك يبحث عن حضنك ليهدأ ويرتاح.
بالنسبة للانقباضات، طبعا الانقباضات ستزيد مع الأيام وستصبح آلام حادة جدا تشمل أسفل البطن وأسفل الظهر معا. ففي البداية ستبدأ بأسفل الظهر ثم تمتد إلى أسفل البطن بعد أن كانت عبارة عن ضغط على المثانة ودليل بداية انفتاح عنق الرحم وخروج السدادة المخاطية والتي تسد عنق الرحم. فمن هنا يأتي الدور عليك. ماذا نقصد بالدور عليك؟ اكتبي بداية كل انقباضة بالساعة والدقيقة ومتى تنتهي. إذا كانت بين كل انقباضة وأخرى 3 ساعات فتريثي ولا تستعجلي الذهاب للمستشفى. سوف تلاحظين أن الانقباضات تتقارب فتكون بينها الساعة ثم بين الانقباضات ساعة ثم نصف ساعة ثم ربع ساعة ثم 10 دقائق. أما إذا كانت فترة الانقباضات تتقارب فكوني مستعدة للذهاب، خاصة إذا كانت بين كل انقباضة وأخرى 3 دقائق، فهذا يعني أن الرحم قد اتسع. عند حدوث الانقباضات لا تقطعي التنفس لأن هذا سيؤثر سلبا عليك، إنما خذي نفس عميق كأنك تشهقين في الأكسجين، فهذا يساعد على استرخاء جسمك وإعطائك طاقة أكبر، بالإضافة إلى أن هذه العملية تخفف عنك الآلام. بالنسبة للمشي، قومي بتكثيف المشي في في الشهر 9 بالخصوص لمسافة بسيطة، و يعني قومي بالذهاب والرجوع، فهذا يساهم على تنظيم التقلصات والتمددات وبالتالي سرعة انفتاح الرحم. هناك نساء من تعاني من شد في الأعصاب والصراخ والبكاء، وكلما كلما كانت السيدة تعاني من هذه الأمور أي تعتمدها فستلاحظي بأن الانقباضات ستشتد عليك. حاولي أن تستغفري الله ثم اقرأي قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. فحاولي الإكثار من الاستغفار، ومن هذه الآيات ستساعدك بإذن الله. قبل ذهابك بقليل إلى المستشفى تناولي تمر وحليب أو ماء لإعطائك طاقة أكبر لحظة الولادة. فعزيزتي، لا تدفعي أو لا تزفري بمجرد حدوث الانقباضات، لأن الدفع أو دفعة الولادة ستأتي تلقائيا بعد انفتاح الرحم، والكثير من النساء يقعن في خطأ بتسرعهن، هذا مما يؤدي لفقدانهن الطاقة الكاملة، بحيث عند الولادة الفعلية لا يستطيعن الدفع أو دفع الجنين خارجا. لذا لا تستعجلي الأمر، فقط حافظي على التنفس العميق عند حدوث الانقباضات. البعض لا تعرف ما معنى الدفع، هي نفس الإحساس الذي يصاحب لحظة خروج البراز، طبعا مع اختلاف حدته. البراز بالخصوص في الإمساك، أعزكم الله. بالنسبة لطريقة الولادة وتكون سهلة إن شاء الله، عندي لكم طريقة تجعل الولادة سهلة وتخفف من آلامها، يعني تجعل الولادة أخف أو ألما 70%، ويطلع الجنين بسهولة تامة. والطريقة هي: عندما تبدأ آلام الطلق يدهن البطن والظهر بزيت الزيتون طبيعي بعد تسخينه مع حبة البركة، وتوضع الرجلين في حوض به ماء ساخن لمدة 7 دقائق تقريبا. سوف يخف الألم لدرجة غريبة، وستسمع أو ستستمتع الحامل بهذه اللحظة. أكيد ليست لحظة جيدة، فأكيد هناك آلام، ولكن ستسمح للحامل بفتح عنق الرحم بسرعة كبيرة، وسينزل الماء وينزل رأس الطفل. سوف تبدأ الولادة بعد نصف ساعة بدون أي إحساس بألم إن شاء الله. سيكون ألم الطلق أخف من ألم
الدورة. السر في ذلك أن زيت الزيتون والحبة السوداء يسهل انقباض الرحم وعروق الرحم متصلة بالأقدام، وتأثير الماء الدافئ يجعل عنق الرحم يفتح بسرعة. وفي النهاية أتمنى لكل سيدة تشاهد الفيديو ولادة سهلة ويسيرة إن شاء الله. أتمنى لكم إكمال حمل بشكل جيد، لا تتعصبوا أو لا تنزعجوا، فهذه الفترة ستمر إن شاء الله. ألقاكم في فيديو قادم، والسلام عليكم.